السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من منتدى الخليجية. أيها الأحبة الأفاضل، عاشوراء بين السنة والبدعة، هذا هو موضوع حديثنا مع حضراتكم في هذه الحلقة. يسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء هو من عرفتموه علما وفضلا، فضيلة الشيخ بشير المحلاوي. شيخنا الحبيب، حياك الله على شاشة الخليجية. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أهلا ومرحبا بك. الله أسأل يبارك الله فيك. أن يجعل هذه الخطوات إن شاء الله في موازين حسناتك. اللهم آمين والمسلمين أجمعين. شيخنا الحبيب، نحن في هذه الأيام في أيام فاضلة، نعم. وسنة الله عز وجل وحكمته اقتضت أن يكون التفاضل في كل شيء، نعم. كما يقول كثير من أهل العلم، نعم. في الأزمنة، في الأمكنة، في الأشخاص. نعم. فنأمل أن تلقي الضوء على هذا الحوار وأخواني وأخواتي المشاهدين بارك الله فيك. والمشاهدات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا خيرا برحمتك رب العالمين. اللهم أد عنا فإنا لا نحسن الأداء، وأبلغ اللهم عنا فإنا لا نحسن الإبلاغ، وأفهم اللهم عنا وأفهم اللهم عنا فإنا لا نحسن الإفهام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجري الحق من قلوبنا على ألسنتنا، أنت رب ذلك والقادر عليه. يعني أشكر لك دعوتك الطيبة واختيارك الجيد لهذا الموضوع، يعني عاشوراء بين السنة والبدعة. بارك الله. يمكن هذا العنوان يحتاج كثير من الناس في هذا الركام المتزاحم من اختلاط الأوراق عند كثير من المسلمين. نعم. لا أقول قليل من المسلمين، وعند اختلاط السنة بالبدعة من بين الإفراط أو التفريط. نعم. ونبدأ حديثنا في نجيب فضيلتك على السؤال: تمييز الله لبعض الأشياء. نعم. الله سبحانه وتعالى خلق الكون، فهو المصور نعم. وهو المقدر، وهو الذي خلق هذا الكون بقدرته وسواه بيديه، وهذه التسوية جعلها الله بحكمته قدرا مقدورا، نعم. وجعل هذا الكون ناموسا، ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتينا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. هذا هو الناموس، نعم. قانون جعله الله لهذه الأرض، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. خلق السماوات وخلق الأراضين بقدرته سبحانه وتعالى، وجعل لبعض ما خلق تمييزا على بعض ما خلق. نعم. جميل. فميز من الخلق بني آدم، ميز من عموم الخلق بني آدم على بقية المخلوقات. على بقية المخلوقات. نعم. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من القرآن الكريم، مثل ولقد كرمنا بني آدم نعم. جميل. وحملناهم في البر والبحر. هذا تكريم عام واصطفاء عام لبني آدم. نعم. ثم كرم الله المصطفين الأخيار من الأنبياء، كرمهم على بقية الخلق من بني آدم. من بني آدم. إذن هذا اصطفاء ثاني. هذا مرحلة أعلى في الاصطفاء. نعم. وكرم من الأنبياء أولي العزم، أي اللي هم الكبار. هم نعم. الخمسة، نعم. اللي هو نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وخاتمهم حبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفضل الله على أولي العزم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو نعم. المفضل الآن على جميع نعم. الخلق. واصطفى الله من النساء كثيرات، نعم. وجعل من المصطفين الأخيار من النساء، من المصطفيات عند الله، أمنا مريم، نعم. وأم عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. هذه الطيبة المباركة، المرأة الصالحة الولية، بغير إفراط ولا تفريط. نعم. لذلك ربنا اصطفاها الصفائين، يعني يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. نعم. اصطفاء عام أنها اصطفيت على نساء العالمين. نعم. والصفاء الخاص أنها ستأتي بولد بلا أب
وفيه من البلاء ما فيه. نعم. وسيغالي الناس في عيسى ما نراه كل يوم وما نسمعه وما نشاهده من خرافات يقوم بها بعض أتباعه عليه السلام. نعم. واصطفى الله هذا من الرجال، يعني اصطفى سيدنا محمد. أريد أن أستوقفك شيخنا الحبيب في هذا في هذه النقطة بالذات. نعم. بارك الله فيك. إذا نحن أهل الإسلام تقريبا تميزنا في معتقد صحيح قويم في مريم بل انفرادنا عليه السلام. نعم. يعني هذا انفراد بتميز. نعم. يعني ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. نعم. لم يقل نبية، ولم يقل أنها زوجة الإله، ولم يقل أنها أم الإله، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. نعم. إذا البشرية ثابتة نعم. لهم وغير ذلك. ثم اصطفى الله، هذا اصطفاء في الأشخاص. نعم. اصطفى من الخلق سيدنا محمد، واصطفى من النساء مريم، ومعها أخوات كثيرات، ربما أن تكون هي على قائمة مصطفين من النساء. نعم. وفيه خلاف بين العلم من أفضل النساء من المصطفين. ومن المصطفين في النساء زوج النبي أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. نعم. واصطفى الله من الخلق أمكنة. نعم. اصطفاء في الشخص. إذا ده اصطفاء في نعم. أشخاص، والآن في الأمكنة. واصطفى نعم. في الخلق أمكنة. نعم. جميل. فاصطفى من الأرض مكة. جميل. الأرض كلها اصطفى مكة وجعلها أم القرى. نعم. نعم. ببكة مباركا. نعم. نعم. واصطفى من مكة بقعة الحرم. جميل. هذا اصطفاء أخص. نعم. واصطفى من الحرم الكعبة. نعم. اللي هي البقعة الأكثر نعم. خصوصية. واصطفى من الكعبة الملتزم وما يقبل وما يصلى خلفه. الله. ولذلك عصم الله الكعبة في موضعين. نعم. عصم الله الكعبة من أن يسجد الناس لمقام إبراهيم، وعصم الله الكعبة من أن يسجد الناس للحجر الأسعد. نعم. 300 صنم حول الكعبة قبل نعم. الإسلام، وما وجدنا واحد منهم جه في يوم قال احنا نسجد للمقام إبراهيم، لأن الله سيتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ولأن الله سيأمر الناس باستلام الحجر. نعم. فهذا اصطفاء للأمكنة. جميل. تمام. وهناك أمكنة أخرى اصطفاها الله سبحانه وتعالى، هذه أميزه. نعم. واصطفى الله المدينة لرسوله عليه الصلاة صلى والسلام. الله عليه وسلم. نعم. حبب إلينا المدينة كما نعم. حببت مكة. واصطفى الله من الأزمنة أزمنة. أيوة. وده مدخلنا بقى اللي حضرتك تقصده. نعم. فاصطفى الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم عن بقية أشهر العام. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن الضمير يعود على عموم الأشهر أو على خصوص الأشهر الحرم. الأربعة. نعم. إذن يعود على 12 أو الأمر الأقوى أنه يعود على الأربعة، اللي لأنه أقرب معطوف علينا. أحسنت قولي. نعم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جميل. الأشهر الحرم جعل الله لها رأس، وجعل الله لها خاتمة، فجعل الرأس ما نحن فيه، وجعل الخاتمة ما ودعناه. ما نحن فيه اللي هو شهر المحرم. نعم. فجعل الرأس بداية السنة المحرم، وجعل الخاتمة شهر الله ذي الحجة. نعم. فجعل في الخاتمة ما يكون في خاتمة العمر وهو الحج. نعم. وجعل في المحرم خيرا كثيرا. الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تناول الأشهر الحرم تناولها بكثير من التوضيح، جعلها كلها ميزة. نعم. وميز منها أيام. نعم. فميز قال أفضل عبادة عند الله الأشهر الحرم، وهذه في رواية الأربعة. نعم. ثم ميز أيام، فميز يوم عرفة، وجعل نعم وهو من ذي الحجة من الأشهر الحرم، صوم سنتين. نعم. ذنوب سنتين. نعم. ماضية ولاحقة. نعم. وجعل اليوم عاشوراء اللي احنا بنتكلم فيه جعل له فضيلة، وجعله يكفر ذنوب سنة. نعم. طب ليه يوم عرفة سنتين ويوم عاشوراء سنة؟ قال العلامة ابن المنير لأن عرفة ما هدى الله إليه النبي. نعم. وأما يوم عاشوراء ما اتبع فيه النبي من كان قبله من فعل أخيه موسى. نعم. هو شرع من قبلنا أقره. نعم. شرعنا. نعم. أقره شرعنا. نعم. عند بعض الناس مفهوم خاطئ، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم عاشوراء إلا في المدينة، وهذا فهم خاطئ. طيب قبل أن نذهب نعم. إلى هذا الفهم الخاطئ، بارك الله فيك،
شهر المحرم له فضيلة بخصوصه باعتباره من الأشهر الحرم. هذا أول أمر. هذا أول نعم. أول فضائله وخصائصه. نعم. لكن هل له خصائص أخرى؟ له خصائص في الصوم. نعم. يعني أفضل الصوم عند الله الصوم في شهر الله المحرم، وهذا ورد في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ودلنا النبي على طريقة الصوم من غرر الشهر أوله وآخره: صوم الاثنين والخميس، صوم 3 أيام اللي هي ما يسمى عند العوام 3 أيام البيض، 13 والرابع 10 والخامس 10، صوم تاسعاء وعاشوراء و11، نعم. على طرق سنذكرها نعم. إن يسر الله لنا نعم. في الكلام وقتا. فهذه فضيلة لهذا الشهر. يعني لما يقول منها 4 حرم، عايزين نقف فيها وقفة هنا. نعم. العرب كانوا قديما مولعون بالحرب، والمسلمين حديثا غفلوا عن هذا. تجد سفك الدماء والقتل. انظر في أي شاشة فضائية تهتم بأخبار المسلمين، انظر قتل العراق وما يحدث في فلسطين وما يحدث في أي بقعة، نعم. أفغانستان وغيرها الشيشان. وغيرها من نعم. جميع بلاد المسلمين. تجد يعني القتل استشرى ربما من المسلمين مع المسلمين. نعم. فأين حرمة الأشهر الحرم؟ أين حرمته؟ العرب في العرب الجاهلية كانوا يعظمون يعظمونها. هذه. نعم. وذاك عملوا ناس، كان عندهم ناس يسموا أهل النسيئة، نعم. عشان لما يخلصوا الحرب يقدموا الشهر أو يأخروا يقدموا. نعم. ده نوع من أنواع التكريم والتعظيم. نعم. إلا أنه تكريم مغلوط. نعم، لأنهم أخطأوا. نحن لا أخذنا بالتكريم المغلوط ولا بالتكريم المميز الذي أتى به الإسلام. نعم. للأسف. وهذه دخلة لابد لنا. ربما مثلا واحد يكون في صائر بين قبيلتين كما يحدث عندنا، والحمد لله قل هذا الأمر، لكنه موجود في بعض مدن الصعيد في مصر، ويوجد في بعض بلدان العالم الإسلامي، خاصة جنوب الدول. دائما الجنوب دائما جنوب شادد كده. بيكون دي بيسموها العلماء دراسة أحوال الناس. فجنوب الدول دائما تجد فيه غلظة وفيه شدة، وحتى وإن تجد أهل الحق تجدهم عندهم ثبات. نعم. يعني تجد والموروثات التاريخية في الأمم في جنوب الدول تجد راسخ. نعم. وهذا يوجد في كثير من الدول، حتى في جنوب السعودية، في جنوب مصر، في جنوب اليمن، في جنوب ليبيا، في جنوب السودان، تجد هذا الأمر جلي وواضح، وتكلم فيه العلماء كثيرا. فيوجد بعض الثارات والغارات بين الأقوام، فتجد إيه اللي يحصل؟ طبعا كرامة النفس وعزة النفس. فلو فهم الناس الأشهر الحرم والحكمة منها، يقول له خلي بالك، لولا الأشهر الحرم كنت صلحتك. أي نعم. فربنا بيحافظ للمسلم على كرامة نفسه، فيجعل له تكئة يعفو عمن ظلم، ويجعل تكئة للظالم أن يقبل من ظلم. أي نعم. ويجعل الله للأمة عودة فيها للرشد. نعم. 4 أشهر، جعل 3 متتابعة ورجب في الوسط، حتى يأخذ الناس نوع من أنواع التروية والتفكير. منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأن تتعدوا عليها، هكذا قال المفسرون. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال والبغي. نعم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم ألا تحافظوا على حرمتها، فلا تعبدوا الله فيها كما أمر. وذلك تجد الغفلة من الناس في الأشهر الحرم كثير. نعم. وهذا نعم. هذا المعنى سيق عن عبد الله بن عباس رضي الله في عنه. قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: لا تظلموا أنفسكم بارتكابكم المعصية، ولا تظلموا أنفسكم بترككم الطاعة. أحسن. ده ابن نعم. عباس، طالما أنك ذكرته فالشيء بشيء يذكر. ابن عباس لما فهم تعظيم الأمكنة والأزمنة والأشخاص من قبل الله سبحانه تعظيما متناسقا مع الكتاب والسنة، أن بعض الناس بالغوا في التعظيم إلى التقديس. نعم. يعني وهذه مفارقة شديدة بين أهل السنة وبين أهل البدع. ما يقوم به الشيعة من تعظيم الحسين رضي الله عنه، إمامنا وأستاذنا وابن نبينا وحفيده وحبيبنا، إلا أنه نحب حبا ملتزما بكتاب الله وشرع نبيه. أي نعم. من غير إفراط. من غير إفراط ولا تفريط. نعم. لا ننقصه عن حقه ولا نعطيه أكثر من حقه، وهذا سنأتي إليه. نعم. ابن عباس كان له بيتان. ابن عباس لما كبر ومات النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى مكة. نعم. فديوره فيها وقومه فيها، وانتقاله كان من حكمة الله لأن يعلم أهل مكة العلم. نعم. وذلك تجد يعني حينما تتقصى في أحوال الناس في العلم، تجد كثير من أقوال ابن عباس يطبقها المكيين، كما ترى كثير من أقوال يطبقها أهل المدينة. أهل المدينة. نعم. كما ترى كثير من أقوال الشافعي
تنفذ في أرض مصر، نعم. كما ترى أقوال المالكية في المغرب بلاد المغرب من نعم. ليبيا وأنت تدخل حتى نعم. المغرب. فالمقصد ابن عباس كان له بيتان. لا تنسى بلاد العراق وأبو حنيفة رحمة وشرق الله عليه. آسيا الإمام نعم. أبو حنيفة. نعم. فابن عباس كان له بيتان، بيت في الحل وبيت في الحرم. شوف تقديس الحرم. الحرمة المكان الذي لا يصح أن يدخله كافر. نعم. في أرض مكة. فكان إذا يعني تضايق من أحد أبنائي قال اتبعني في بيت الحل. إيه عشان الحساب. عشان يحاسبه الحساب والعتاب. ويؤنبه. قال ويحك يا أبتي، يعني أنا أخطأت في حقك، خذ مني حقك هنا. قال لا، مكان تضاعف فيه الحسنة أخشى أن أصنع فيه ما لا يرضي ربي. ولذلك بعض أهل العلم يقولون كما تضاعف الحسنات أيضا تضاعف السيئات. وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. فالله سبحانه وتعالى فضل الأمكنة، فضل الأزمنة، فضل شهر الله المحرم، وذلك كان النبي يختصه بالصوم. طب شيخنا الحبيب، فضل. شهر الله المحرم يعني ساقها الله على لسانك، هل هذه تسمية واردة في النص الشرعي؟ يعني لا، هذه التسمية أخذها النبي ممن كان قبله. نعم. ويعني أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد تغيير لأسماء الشهور من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ليس فيها ما يرد من خطأ وكذا وكذا. النبي عدل في الأسماء ما كان خاطئا. نعم. فالمحرم لأنه بداية تحريم القتال. نعم. وبداية السنة، فابتدأها الله بأمر محرم، يعني أن يحرم عليك كذا ويحرم عليك كذا، لأن الله يحب أن تؤتى حدوده كما تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذه التسمية، هذه النسبة، معذرة، هذه نسبة هذا الشهر بالذات لله عز وجل لها مدلول يا شيخنا الحبيب؟ هي مدلولها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت يعني يميزها ويصطفيه بالصوم ويكسر فيه من الطاعات صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني هل هذا يكون أشبه بقوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ ده الصوم فيه خاصية عجيبة الشكل. فالنسبة يعني نسبة التشريف يعني حتى الإمام النووي رحمة الله عليه قال لماذا ألحق الله الصوم به؟ نعم. في شرحه لصحيح مسلم، وذكره في المجموع رحمة الله عليه، قال أن الصوم فيه تشبه بصفات الجمال بالله سبحانه وتعالى. نعم. فالله لا يأكل ولا يشرب، لأن ربنا له نوعين من الصفات: صفات جمال، صفات كمال وجلال لا يسمى بها أحد. نعم. الرزاق هو الله، لا يرزق العباد أحد إلا الله. نعم. وله صفات جمال وجلال. الجلال كمال وجلال. جمال، الكمال والجلال لا يتسمى بأحد. نعم. الجمال يتسمى بها من الناس ما يعطيهم الله بقدر. أيوة. بالمؤمنين رؤوف، ده وصف رحيم، وصف النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعطى من صفة الرأفة والرحمة ما يتناسب مع بشرية النبي عليه الصلاة كما والسلام. ذكر الأئمة في كتب التفسير. نعم. فالله سبحانه وتعالى جعل الصوم تشبها كما قال العلامة النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، تشبها بذات الله فيما يليق للعبد أن يتشبه فيه. فلذلك قال والصوم لي وأنا أجزي به. نعم. عظيم، جزاك الله خيرا. أكرمكم الله. شيخنا الحبيب، تحدثنا عن سنة الله في التفاضل وأنها في كل شيء مضطردة في كل شيء. نعم. تحدثت حضرتك باستفاضة عن فضل شهر الله المحرم. العشر الأول من المحرم لها خصوصية في هذا الباب؟ هو العشر الأول يعني يميزها وجود يوم عاشوراء. نعم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء قبل الإسلام وبعد البعث، وهذا ما ذكره العلامة أبو بكر بن العربي المالكي، غير ابن العربي الآخر الصوفي. نعم. نعم. أبو بكر بن العربي هذا ذاك ابن عربي. نعم. لكن هذا أبو بكر بن هذا العربي إمام أئمة أهل السنة. نعم. ذكر ابن العربي رحمة الله عليه الإمام أبو بكر بن العربي قال كان النبي يصوم يوم عاشوراء. نعم. لنعمة أحدثها الله في أهل مكة، فكان أهل مكة يصومونه، وكان النبي يصوم موافقا له. نعم. ولم يأتي تحريم أو نهي في الشرع عن ترك النبي لهذا الصوم. جميل. إلا أن صوم النبي في هذا اليوم كان صوما خاصا. نعم. فلما بعث لم يأمر أحد من الناس أن يصوم. نعم. فلما أتى المدينة وجد أهل المدينة يصومون، فسأل، ودي بيسميها العلماء دراسة الداعية لمعطيات البيئة.
اي نعم، الواقع يعني مثلا الواقع اللي هيشتغل فيه. يعني جاي مثلا هيلقي خطبة في مسجد فيه نسبة من أهل البدع، يتدرج لهم في التغيير وفي الترتيب وفي التناول. يتناول مثلا في مسجد فيه مجموعة من العوام، ينزل لهم في الأسلوب ويخاطبهم بما يناسبهم. يكلم ناس من علية القوم أسلوب بيرتفع، يعني الطرح يتنوع حسب الواقع اللي هو نعم. فيه. نعم. هذا ما النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يسمى دراسة نفسيات المستمعين أو نعم. المشاهدين والأرضية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيد فن دراسة البيئة، ولذلك خاطبوا الناس على ولذلك قدر كثير من عقولهم العلماء يغفلوا هذا في زمننا من الدعاء. من الدعاء، نعم. إلا من رحم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجدهم يصومون. شوف النبي وصل دراسته للبيئة أن أبصر صلى الله عليه وسلم لما يكون في الأرض. ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم أنجى الله فيه موسى بن عمران وأغرق الله الطاغية فرعون. نعم. فنحن نصومه. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيام. عليه الصلاة يبقى والسلام. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام في صوم عاشوراء إلى مرحلة أخرى. مرحلة ثانية، يعني إذن هو صامه أولا في مكة، لكن نعم. لم وهذا يأمر ورد بصيامه. بنص صحيح وعلق عليه الأئمة وذكروه بكثير من البحث والتنقيح، وذكروا صحة هذا. نعم. إلا أنه لما أتى المدينة أمر الناس بالصيام، حتى كان يأتوا من الأطفال، حتى كان يصوم الأطفال. يعني كنا تقول الصحابية ربيع بنت معوذ. نعم. الربيع تقول كنا نصوم صبياننا ونلهيهم بلعبة العهد، نجيب اللعبة من القطن ونديها للطفل حتى يصوم ويتلهى عن الطعام والشراب. ولدرجة من شدة مبالغة النبي في صوم اليوم بعث مناديا، هذا قبل فرض الايه؟ رمضان. ودي نعم. المرحلة الثالثة لصيام عاشوراء. نادى مناديا من أصبح منكم صائما فليتم صوم يوم عاشوراء. نعم. ومن أكل فليمسك بقية يوم. دي من عجيب يا الله، يعني حتى من أكل نعم. فليمسك بقية يوم. وكان صوم عاشوراء فريضة في أول الإسلام. نعم. وفرض سنة واحدة، لأن احنا قلنا وذكر العلماء أن صوم رمضان فرض في شعبان من السنة الثانية للهجرة، فيبقى النبي أمر الناس بصيامه إيه؟ سنة واحدة. نعم، اللي هي السنة فلما الأولى. فرض يعني رمضان يبقى دي المرحلة الثالثة، حبب النبي إلى الناس ورغب إليهم صوم عاشوراء من غير أن يعزم، من غير أن يكن فريضة له. نعم. نعم. هذه المرحلة الثالثة. ثم انتقل النبي لمرحلة أعلى منها، هي المرحلة الرابعة. وجد من اليهود من يتكلم أن محمدا يحتفي بما نحتفي به ويتبعنا في بعض الشيء. والنبي كان يعني شرع الإسلام شرع متميز. نعم. يعني لا نلهث خلف الناس، إن وجدنا عندهم من الخير أخذناه، لأن سيدنا النبي لم ينكر أن احنا أولى بموسى عليه السلام منهم. نعم. فصام، ولم يكن هناك نوع من أنواع الحياء أو كذا، أن الحق أحق أن يتبع. فلما وجد ذلك قال وبلغه الأمر، شوف دراسة البيئة ودراسة الشخصية، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. دي تسمى سنة إيه؟ قولية. نعم. النبي لم يفعلها. نعم. لأنه مات، لأنه قبض قبل الذي منعه عن صومه موته. نعم، عليه الصلاة والسلام. يبقى الذي ثبت في الشريعة صيام التاسع وصيام العاشر. نعم. تجد في كتب الفقه يقول لك وصوم عاشوراء على 3 مراتب، إما أن تصوم العاشرة وحده، وهذه أدنى المراتب. وهذه أدنى المراتب. نعم. أحسنت. وإما أن تصوم التاسع والعاشر. جميل. وهذا بأمر النبي للصحابة لئن عشت إلى قابل. وأمنيته هو شخصيا عليه الصلاة والسلام. وقول ابن عباس وكثير من الناس يفهم هذا خطأ، صوم 11 هذا قول موقوف على ابن عباس. نعم. وهذا ما صح به الدليل. نعم. أن ابن عباس يعني، والعلماء بقى ليه ابن عباس قال نصوم 11؟ ليه؟ قال زيادة في الثقة واليقين ربما أن يخطئ الناس في عد الشهر أو يخطئون في مطلعه. نعم. زي ما تشوف مثلا يعني نوع من الاحتياط، يعني زيادة حرص في الاحتياط. يعني نعم. مثلا تجد ليبيا يعني عملوا عيد الأضحى ولا لا أدري كيف يكون ذلك. هذه كانت مشكلة. يعني كيف يكون عرف يوم واحد في العالم. نعم. في مكان واحد. طب مطالع رمضان هذه أول مرة شيخنا الشيخ بشير شيء تحدث عجيب. هذه شيء عجيب. أسأل الله أن لا يعيد هذا. نعم. أن يعيد هذا. وكان هناك بالمناسبة في المغرب ما هو أشد، يعني ليبيا قدمت عرفة يوم وقدمت العيد يوم. نعم. فجعلت عرفة يوم الأربعاء والعيد الخميس.
خلافا لما عليه أهل الإسلام. المغرب أخروا يوم. أخروه يوم، جعلوا عرفة الجمعة يوم عيد المسلمين، والسبت كان عيد الأضحية. سبحان الله. وهذه من الحصاد المر العام 1439. أحسنت. هذه مصيبة. نعم. مصيبة لما فيه المسلمين. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين. نعم. فابن عباس، نخرج من هذه ونعود إلى ابن عباس. نعم. ابن عباس لما رأى هذا قال العلماء ليه ابن عباس بيقول كده؟ قعدوا يدوروا على حكم فيما قال ابن عباس أو استدلالات، فذكر الإمام النووي رحمة الله عليه قال ربما أن ابن عباس ذكر ذاك من باب الاحتياط. أي نعم. وبعضهم قال لا، هذه الثلاثة تعوض في هذا الشهر، ده من جديد ما قرأت. نعم. هذه الثلاثة تعوض في هذا الشهر من لم يرد أن يصم 13 14 15. عوض عن من لا يستطيع يعني ربما مثلا إنسان الأيام القمرية لسبب سفر أو مرض أو شغل أو زوجة أو ولد أو أي عائق من العوائق صم 9 و10 و11، يفصل بينه الثاني عشر. نعم. ويأتي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال هذا عوضا إن لم يصم هذه لعلم. جميل. هذا من استدلالات الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة الله. وللناس أن يقبلوا هذا، وللناس يعني أن يأخذوا هذه الحكمة أو غيره. نعم. فصوم عاشوراء له 3 مراتب: أدناها صوم العاشر، وأوسطها 9 والعاشر، وأعلاها صوم 9 والعاشر و11. جميل. ونحن في الشتاء، وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال صوم الشتاء هو الغنيمة الباردة. نعم. جميل. بارك الله أيسر فيك. نعم. بارك الله فيك. أنا سأرجع بك يعني إلى الوراء قليلا، لأني أريد أن أقف عند يعني كلمة وردت على لسانك أثناء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة ووجد اليهود يعظمون هذا اليوم لأجل أن الله عز وجل أنجى موسى من فرعون، فقال نحن أولى بموسى منكم. نعم. أنا أريد يعني وقفتين في هذه المقالة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، الوقفة الأولى أنجى الله موسى وأغرق فرعون، ما دلالة ذلك؟ يعني ربما ونحن نجلس في جلسة على أريكة ويعني في مكان مجهز، وربما المشاهد يجلس في بيته، ربما لا يستوعب بعض الناس هذا. نعم. يعني العلامة الإمام ابن تيمية لما عقد مقارنة بين يوسف عليه السلام وبين موسى عليه السلام قال إن موسى أعظم عند الله أجرا من يوسف، مع أن ابتلاء الله ليوسف أشد من ابتلاء الله لموسى. نعم. شوف سيدنا يوسف كان في محن شديدة. نعم. قال لما؟ قال أن يوسف ابتلاء خاصة، وأما موسى فابتلاء أمر العامة. أي نعم. فمن ابتلي في خاصة نفسه هذا أقل. كلاهما مكرمان عند الله وكلاهما من الأنبياء، إلا أن موسى من أولي العزم لهذا. ولذلك تكرر ذكر موسى عليه السلام في القرآن في القصة أكثر من 30 موضعا. نعم. عليه الصلاة والسلام. تأتي اللقطة من زاوية ثم تعاد تقريبا هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. نعم، لأنه صاحب منهج. نعم. وحاول أن يطبق شريعة. والنبي كان مرسل لمين يا مولانا؟ كان مرسل لمين يا سيدنا؟ لأفظع الخلق. أي نعم. فعشان كده ده أكيد. فسيدنا موسى عليه السلام يعني ذاك لما الله سبحانه وتعالى تبتدأ قصة إغراق الله لفرعون من رحيل يوسف بأهله 80 نفسا، يعني استجلابهم من أرض فلسطين من قومه. نعم. مع أبيه وأمه وإخوته 80 نفس، وسكنوا في أرض مصر. هذه بداية القصة. نعم. وقبلها بشارة الله لسارة رضي الله عنها، وهذا كما أورد الحافظ ابن كثير والساد صححه كثير من أهل العلم. قال يا سارة لا تحزني فإن الله مخرج منك من يبيد ملكه. نعم. من هو؟ نعم. موسى عليه السلام. بين موسى وبين سارة كم سنة؟ مئات الآلاف، بل ربما عشرات المئات من السنين. عشرات المئات من السنين. نعم. بل ربما يزيد عن ذلك. نعم. وبين ذلك قرونا كثيرة. نعم. يعني بشارة لا تحقق إلا بعد مئات أو عشرات القرون. ما هي البشارة من من يا سيدنا؟ أنا البشارة من الله عز وجل. هذه دلالة أن الأمة يعني بعض الناس يجلد أمة الإسلام، المسلمين والدماء تراق. نعم هذا حق وهذا واقع. نعم. لكن نصر الله للأمة أيضا حق. والله لا يقيس الأمة بأعمار أفرادها،
أحسنت. إنما يقيس الأمة بعمر رسالة نبيه. أحسنت. ده مهم جدا. يعني إحنا لا نقيس عمر الأمة بأعمارنا نحن. نعم. يعني أنا بالأمس كنت أركب عند بجوار أحد الشباب في مواصلة، فحكى لي ما أبكاني. نعم. فأصححت له. الله سبحانه وتعالى يصفي هذه الأمة. انظر هجمة التتار على المسلمين وهجمة الصليبيين، حولوا المسجد الأقصى 89 سنة إلى ما يسمى إسطبل للخيول. نعم. ومنعت فيه الصلاة. هذه ليست نوع من أنواع التواكل، إنما ندعو الأمة للهمة يعني القيام بتحرير الأقصى والعمل لتجهيز الشباب والقيام بإعداد الأمة إعداد عقائدي سليم، لكن في نفس الوقت الثقة واليقين في موعود الله. هذه زاوية لا تترك الزاوية الأخرى. بالضبط. فالبشارة بينه وبين التنفيذ مئات القرون، ومع ذلك ووقعت. نعم. لأن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. ولذلك لما يعني فرعون الطاغية لما ملك مصر، قال الإمام القرطبي ولنا وقفة مع هذا أنه حكم 400 سنة، ولنا أن نقبلها أو نرفضها. نعم. نسبة سن حكمه هذه. فلما حكم مصر رأى رؤية أنه سيقتله ولد من بني إسرائيل، ملكه سيزول فأتى على يده. بالصحراء. وكان في مصر قديما صحراء ليس لهم مثيل، يعني مهر في السحر. ما احنا برضو عندنا الآن يا مولانا، مولانا، ولذلك يورث في مصر. أسأل الله أن يعيذ مصر من الصحراء. يوجد بعض المهرة في السحر، أسأل الله أن يقتلهم قتل عاد وإرم. فيعني فسيدنا لما رأى هذه أتى بالصحراء والمشعوذين والمنجمين، قال يقتلك ولد من بني إسرائيل. نعم. فابتدأ يذبح، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. لا، ده المفروض في سياق اللغة، ليس في كلام الحق. نعم. يذبح أبنائهم ويستحيي بناته. آه. فلماذا عدل يذبح أبنائهم وأتى بنسائهم؟ نعم. قال أنه استبقى النساء، وهذا ذكره الشيخ سعيد حوا في كتاب الأساس التفسير، وذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وجمع الأئمة القدامى والمحدثين. قال إنه استبقى النساء لغرض الرذيلة، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. وذلك أتى بكلمة النساء ليدل دلالة واضحة على مثل هذا الفعل. يستخدمهن في الخدمة وفي نظافة البيوت وفي ما عافانا الله في الرذيل. فأخذوا يذبحوا في الغلمان. أتى هارون عليه السلام في عام العفو، وهو لما أخذ يقتل كل الصبيان، وده جبروت الطاغية. نعم. يعني عربدة من أجل أن يبقى على الكرسي ويظل يحكم الناس ويدعي أنه الإله الواحد. كان يأمر الناس أن يسجدوا له. نعم. يقول لهم، يحكي له عن فرعون قائلا سبحانه وتعالى: قال أنا ربكم الأعلى. نعم. وقال ما هو أشد من ذلك، ما علمت لكم من إله غيري. يعني فاستخف قومه فأطاعوه. فأخذ يقتل، فوجد الخدمة في البيوت ستقل، العبيد نعم. ومن يقومون بالخدمة سيقلون. فقال احسبوا لي، فحسب له أنه سيأتي في عام كذا، سنة كبيسة أو بسيطة. فقال قتلوا سنة واتركوا سنة. فأتى موسى عليه السلام في عام القتل، وكان في قدرة الله أن يأتي به في عام العفو، لكن هذه قدرة الله الصانعة، عشان صنع المعجزة. يعلم الفاجر أنه لكون رب ينجي به الداعية ويحقر به الطاغية. يعني هذه سنة الله عز وجل. نعم. ولذلك تجد أخذ ربنا للفجرة أخذ شديد. نعم. يعني كأن الحق يقول بلسان الحال: دعوه لي. نعم. فإني آخذه. فيأتي سيدنا موسى عليه السلام في عام القتل، وكان فرعون قد صنع أو قام وكلف جواسيس، منهم القوابل اللي يسموها عندنا في اللغة المصرية الدايات. نعم. اللي هي بتولد النساء على أساس عندهم الخبر. نعم. يعني قيل في الخبر أنها يعني صممت أن تبلغ. فلما نزل موسى عليه السلام يعني ألقى الله محبته في قلبها: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. ولذلك كان ربنا قال، إذا تكلمنا بقى عن تفضيل الله النبي على الأنبياء، ربنا يقول للنبي: فإنك بأعيننا عليه الصلاة والسلام أعلى درجة من ولتصنع على عيني. فإنك بأعيننا. نعم.
سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يعني سيدنا موسى أتى في عام القتل والقابلة وضع الله محبته فأخذت تخفيه مع أمه. أم سيدنا موسى خافت عليه، نعم، فأخذت تواريه وتخفيه، كلما أتى العسكر وارته، فأوحى الله إليها وحي، إما عن طريق الإلهام، وهذا أصح الأقوال، نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذه أبلغ آية في القرآن، أبلغ آية في القرآن إن سئلت عنها هذه الآية، نعم، لأن فيها أمران ونهيان وبشارتين. وبشارتان. أنا أتحدى بهذه الآية كما تحدى الله بها، أتحدى بها كل أهل البلاغ، أن يأتي بجملة لا تتعدى أن تكتب في سطر واحد فيها أمران ونهيان وبشارتان غير هذه الآية. نعم، يعني من أجل أن تأتي بأمران ونهيان وبشارتان أقل شيء يحتاج إلى صفحة يكتمها، وأوحي أنظر نعم. إلى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. يبقى أول أمر أرضعيه، الأمر الثاني ألقيه نعم، في اليم ولا تخافي، نعم، ولا تحزني، نعم، نهيان، إن ردوه إليك بشارة، وجاعلوه من المرسلين بشارة أخرى. سبحان الله. نعم. فألقى الله رحمة في قلب أم موسى وثبت قلبه، نعم. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني نقول للأم المسلمة التي تربي أبنائها على الإسلام وعلى الدين، نعم، أبشري. أنا أقول للأم لا تخافي ولا تستحي أن يطلق ولدك لحيته أو أن يلتزم المسجد بغير غلو، نعم، وبغير انحراف في الفهم، بأن يتعلم على منهج أهل السنة المعتدلين. طب لكن ما يوجد في البيوت بعض الناس. ولو انتخبت البنت يا سيدنا، لو انتخبت بنتها، هذا الأمر أنا أعلم بعض الناس يضربوا أبنائهن من البنات حتى تخلع النقاب. نعم. وهذا خطأ. أحد الناس ولد من الشباب أتى لي من أعوام. مش العكس هو الصحيح سيدنا؟ المفروض العكس. نعم. ولذلك هؤلاء يشربون المر. نعم. والله كم من إنسان بكى قال أنا الذي جنيت على بنتي. نعم. حينما ارتكبت الرذيلة، منعها من النقاب، منعها من التدين، من الزي الإسلامي، فانحرفت فتقاعست فوقعت. نعم. أحد الناس كان إذا وجد ابنه يمسك المصحف يضربه. الله المستعان. قل له ذاكر. نعم. لا أراك في المسجد. هذا الولد أصبح من علية القوم، وأصبح في موقع مرموق، وحرم الوالد بر الولد. حرم الوالد بر ولده، لأنه بعده عن طريق المقدمات لها نتائج. ولذلك شوف ربنا يقول لولا أن ربطنا على قلبه تكون من المؤمنين. فالله من أجل أن يبقيها من المؤمنين، نعم، ربط على قلبه. نعم. ففي الآية تقديم وتأخير. نعم. كما قدم الله وأخر في قول الله سبحانه في قصة يوسف لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. فالله سبحانه وتعالى من أجل أن يثبته فأراه البرهان. نعم. ياخد بالك، يعني لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قد رأى برهان ربه قبل أن يكون الهم، فالهم لم يقع. نعم. نعم، هذا من بديع ومثيلها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نعم. لتكون من المؤمنين ربطنا على قلبها. نعم. جميل. تمام. فأم موسى وتمر المسيرة والله يمنع يلتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويلقي الله رحمة في قلب آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، فهي من المؤمنات الصالحات زوج فرعون. زوج فرعون. نعم. وهذه امرأة نشأت في بيت الطاغية وهي على الإيمان وثبت الله قلبها. يعني هذا من عجيب قدر الله. نعم. وذلك يعني بعض العلماء يقول ربي عدو الطاغية في بيته النفقة والسكن والتكلفة من جيب الطاغية. وهذا من عجيب شأن الله سبحانه وتعالى. من عجيب قدر الله عز وجل. يضع موسى في حجره، وموسى هذا عليه السلام هو الذي سيقتله. نعم. ويكون موت فرعون على يديه. نعم. فالله يصنع في الكون بقدرته. نعم. فيأتي تمر المسيرة وسيدنا موسى يقتل القبطي. وكلمة القبط بالمناسبة تقال لكل مصري سواء كان مسلم أو نصراني، لأن كلمة القبط قديمة. نعم. تجد في كتب يعني هي اسم لكل مصري وليس على النصارى فقط. تجد في كتب التفسير قال وخرج فرعون بالقبط. نعم. القبط اللي هم أهل مصر. ده موسى قبل سيدنا عيسى. نعم. فالقبط تطلق على كل مصري. نعم. المقصد أن سيدنا موسى عليه السلام خرج إلى أهل مدين
توجه وأقام عندهم 10 سنين أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال سيدنا محمد كما حينما سأل جبريل، وهذا ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وعزاه الجامع من الأئمة، قال قضى موسى أتم الأجلين وعاد بأهله وآنس من جانب الطور نارا لا نزيد فيها لأنها تحتاج وقت طويل، إلا أنه أراد نارا فأعطاه الله نورا، نعم، وأراد دلالة الطريق فأعطاه الله هداية منهج، نعم، رسالة. نعم، ولذلك الإنسان لا يختار لنفسه، لذلك ارمي نفسك في رحاب الله وفي معيته. لذلك أقول للشباب وللدعاة ارمي نفسك في رحاب الله. لذلك عقد بعض الأئمة باب قال ليكن أحدنا بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل. لا انتظر يا مولانا، نعم، بين يدي الله كالميت بين يدي بل ما المغسل. هو أشد من ذلك. يعني حتى ولا المقالة الأخرى اللي بعض العلماء تتردد. قال بل إن المؤمن بين يدي الله يرمي نفسه في قدرة الله وثقة به أشد من ثقة الميت بالمغسل الذي يغسله. يعني مش ارمي نفسك بين يدي شيخك أبدا، كالميت بين يدي المغسل. هذا كلام باطل. نعم، هذا كلام باطل. الإسلام هو مظلتنا نعم، التي نحتمي به. ليس عندنا رجل دين كتاب والسنة، وليست عندنا قدسية للأشخاص. نعم. من التزم بالكتاب والسنة فهو شيخنا، نعم، ومن لم يلتزم به أخذنا بالكتاب والسنة وتركنا قوله. لا نتركه، إنما نأتي به حتى يعود إلى الحق. نعم، نعم. فعاد سيدنا موسى وأتى إلى فرعون وقال يعني الله أرسلني إليك. طيب الله أرسله نعم، إليه، نعم، إلى فرعون. نعم. بس أخذ الاتصال ده يا شيخنا. تفضل يا أخي الحبيب. أم جلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم جلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي أم جلال من ليبيا. أهلا وسهلا. شكرا لك يا فضيلة الشيخ. أكرمكم الله. الله يكرمك يا أم جلال. القناة الخليجية. أكرمكم الله، بارك الله فيكم. عفوا عندي مداخلة لو سمحت. اتفضلي يا أم جلال، بارك الله فيك. الله يخليكم. يعني يعتبر الصيام يوم أيوة، نبي نسأل سؤال على الصيام. احنا نصوم يوم 9 ويوم 10. نعم. واحنا في ليبيا كان عندنا اليوم احنا تعتبر انتم عندكم 9، احنا عندنا 8، لكن هم عندهم 9، احنا عندنا 9 يعني في ليبيا. نعم. لكن نبدا صيامي انا على مو متبع من متبعات القناه الخليجيه. ايوه. في التاريخ وفي كله يعني في. نعم. يعني نعتبر صيام نصيم يوم 9 ويوم 10 ويوم 11 ان شاء الله، كان بعون الله ورد علينا ربي ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. يعني هل يكون هذا صحيح او نكون مع البلد بتاعي يعني؟ طيب خير ان شاء الله. نعم. تابعينا ام جلال ان شاء الله، فضيلة الشيخ يجيبك ان شاء نعم. الله. نعم. بارك الله فيكم ام جلال. هو يعني لو سمحت لي أجيبها. طبعا برا. نعم. ام جلال بالمناسبة شيخنا الشيخ بشير، أكرمكم الله، يعني نحن نعتبرها ام الخليجية في ليبيا. ما شاء الله. احنا نفع الله بك. للخليجية امين. نعم. ام في مصر من هي؟ الحاجة أميمة. بارك الله فيك. وأم في ليبيا أختنا أم جلال. أليس لها أب؟ نفع الله بك. تفضل. نفع الله بك. يعني هذا السؤال سؤال حساس جدا. نعم. ومهم، وأنا أشكره على هذا السؤال. يعني ورد أن الصحابة اختلفت عندهم المواقيت في هلال رمضان. نعم. فعلى ما أتذكر سيدنا معاوية لما قدم إلى الشام قال قد صمنا كذا، قال صمنا قبلكم. نعم. فأخذ بهذا الميقات. نعم. المقصد من أجل عشان ما ضيعش الكلام على الأخت وأديها الإجابة مباشرة، أقول لها صومي مع عموم المسلمين. نعم. تصم مع عموم المسلمين. عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني غدا يوم 9. نعم. السبت والأحد والاثنين. نعم. فتصوم السبت والأحد والاثنين إن شاء الله، وأسأل أن يتقبل منه. وأنا إن شاء الله يعني أأمل خيرا في أهل الفتوى في ليبيا وأهل الحكم فيها، أنهم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكونون معنا في العرفة في العام القادم بإذن الله. إن شاء الله نأمل ذلك إن شاء الله. لأن الأمة إن شاء الله ربنا سيجمعها، لأنها تجهز لأمر شديد ولأمر يحتاج إلى قوة الأمة. والله الشيخ بشير كان يعني كان هذا جرحا لكنه لن يعود. لكن إن شاء الله نأمل ألا يعود إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني هؤلاء الناس يريدون الحق نعم. يبغونه، ربما أن أخطأوا أو كذا. نعم. لكن لا نشد عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نكون متحدين في مطالع
وخاصة رمضان وشهر ذي الحجة. شيخنا الحبيب، أنا أتمنى لي أمنية أن يكون هناك مرصد علمي ورؤية بصرية، ويكون مكانه مكة المكرمة. شيخنا الشيخ بشير، هذه أمنية كل مسلم أن يوحد الأمة. نعم. وأظن أن مصر والإفتاء في المملكة السعودية على خطوات جيدة في مثل هذا الأمر. نعم، يعني هو ابتدأت خطوات لتوحيد الرؤية، كما ذكر لي من بعض المسؤولين في دار الإفتاء وفي مشيخة الأزهر. فأسأل الله أن يتم هذا لجميع المسلمين. نعم، هو يعني أمل بحث سابقا في دورات كثيرة لمجمع نعم. البحوث ولمجمع الفقه في جدة ورابطة العالم الإسلامي. نعم. وأقر هذا الأمر من زمن، لكن يبدو أن هناك بعض الإجراءات يعني التنفيذية إن شاء الله إلى بعض الوقت، بإذن الله. لأنه لو كان هناك مرصدا في أم القرى لاستطعنا فعلا أن نصل إلى هذه الغاية وهذا الأمل. لأنها هي نعم. لأنها هي العبادات، مكان العبادة والقبلة التي نتجه إليها. نعم. يعني ليس تمييزا لمكة إلا لتشريف الليلة. نعم. وليس تمييزا لديارها لأن أهلها كذا، إنما نميز ما ميزه الله، ونحقق لمكة أنها أم القرى فعلا. نعم. شيخنا الشيخ بشير، حضرتك استفدت في ذكر قصة نبي الله موسى عليه السلام. مدخل. نعم. هذا مدخل. فلما سيدنا موسى دخل على فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. إذا كنت أنت ربيت واحد من بني إسرائيل فأنت قتلت منهم الآلاف واستحيجت منهم الآلاف وذبحت منهم من ذبحت ويعني وسخرت منهم من سخرت. إذا لا منة له ولا فواحد مقابل مجموع لا يعني ده هو مدان كده. وتلك نعمة تمنها، ودي قوة الداعية. نعم. والمعية في الرد. حتى العلماء يدرسوا رد سيدنا موسى على فرعون في كتب البلاغة. نعم. وفي فنون الحوار. وذلك سيدنا موسى ينتقل لما تقرأ في كتب التفاسير المحدثة، يعني أقصد الحديثة، تجد أن يقول لك ده قمة الحوار. نعم. حوار شديد. يعني شوف، هو عايز يقول له وتلك نعمة، بيقول له أنا مش مربيك عندي. أي نعم، يمن عليه. ففرعون لقى أن هو اتغلب في الجولة. نعم. قال: وما رب العالمين؟ وشاء لقى أن هو اتهزم. نعم. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فلا خلاص اتكشف. نعم. انت بتقول انا اله، هو اله السماء والارض وما بينهم. قال: ايه انت خلاص بقى مش قادر يداري. ايه اتخذت الها غيري؟ خلاص استخدم منطق قوة القوة الصوت والجبروت. قوة السلاح. نعم. قوة العتاد. لأجعلنك من المسجونين. يعني ده يصح أن نطلق عليه حوار داعية مع طاغية. لابد على الدعاة أن يدرسوا نعم. حوار سيدنا موسى. نعم. وهذا من أجمل، يعني أتمنى أن تفرد له حلقة وأظهر لك ما فيه من دلالات وما فيه ونقوم ببعض الإسقاطات على واقعنا مما فيه إفراط أو تفريط من الدعاة في معالجة بعض القضايا. لكن هو في حد ذاته شيخنا نعم. الشيخ بشير، نجاة موسى عليه السلام نعمة تستحق أن تعظم من موسى فتشكر، وتعظم من بني إسرائيل فتشكر، ويكون النبي أولى بهذا كله. نعم. هو وأمته. نعم. لأن رسالة الأنبياء واحدة. رسالة الأنبياء واحدة. رسالة الأنبياء واحدة. طيب أخذ الاتصال ده وأرجع لرسالة الأنبياء الواحدة. الله. السلام عليكم أخي ياسر. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياك الله يا أخي. حياك الله عم الشيخ. تفضل حبيبي. لو سمحت عم الشيخ، أنا ليا بس عتاب صغير، يعني لو ممكن أذكره يعني. اتفضل إن كان عتابا نستحقه. الشيخ سالم كان طلع على جريدة من الجرائد، يعني لو لم تذكر أسماء لكان أفضل يا أخي ياسر. ماشي. شيخ من المشايخ طلع شتم طيب. في السلفية، يعني قال إن هم يعني مكوجية وسواقين تكاتك كده، يعني واخد بال حضرتك؟ أيوه. فيعني ده يجوز يعني كده هو بيفرق الأمة. يعني احنا كلنا اجتمعنا على السلفيين. نعم. يعني احنا ما كناش نعرف حاجة عن الدين خالص. نعم. فيعني بيقصد ايه بالكلام ده؟ يعني ايه اللي بيقصده؟ أخ ياسر بارك الله فيك، رسالتك وصلت، جزاك الله خيرا، ونحييك على هذا الشعور، وهو جرح إن شاء الله نأمل أن يلتئم قريبا إن شاء الله. طبعا أنت يعني هو الأمة جمعها الله على عقيدة واحدة. نعم. فلا اختلاف في العقيدة. وجعل الله سبحانه وتعالى أمورا محكمات. نعم. هن آيات محكمات. نعم. منه آيات محكمات
هن أم الكتاب نعم. وأخرى متشابهات. دائرة البحث بين العلماء ودائرة الاختلاف أنه قد تم الاختلاف على المتشابهات. نعم. فوقعت الأمة في أمرين، ده إجابة على كلام أخونا الأخ نعم ياسر. على أخينا ياسر. نعم. فوقعت الأمة في أمرين، بدل أن تختلف في المسائل اختلفت في القلوب. نعم. يا أخي المسلمين يحتاجون إلى المكوجية، ومحتاجين للسواقين نعم. والتكاتك، ومحتاجين لأي إنسان يحفظ حديث. نعم. أنا لا أدافع عن السلفيين ولا أدافع عن الأزهر، إنما أدافع عن الحق. نعم. في الأزهر فيه أهل خير، جميل طبعا. وفي منهج أهل السلف فيه أهل خير. نعم. وفي هؤلاء من يحتاج إلى ترشيد، وفي هؤلاء من يحتاج إلى إرشاد. هذا موجود، نحن بشر. شيخنا الحبيب، لكن أنا أقول لمن يتكلم عن تفريق المسلمين وهذا، يا أخي أقول له اتق الله. يعني الأمة يجب أن تتحد. احنا محتاجين. أنا أتذكر موضوع السواقين ده، كان لي قريب يعمل سائق وما زال، فكان في شرايط للدكتور عمر عبد الكافي أول ما طلعت. نعم. قلت له يا أخ سيد خد الشرايط ديت شغلها في العربية. طيب عبال ما نعم. تشغل الشرايط في العربية. نعم. أخذ أم عبد الله. العربية هتقف. أخذ أم عبد الله. السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا ريت ترفع صوتك شوية أم عبد الله. ماشي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك. الله يكرمك ويخليك يا رب. بسأل حضرتك سؤال على المصحف المعلم الإلكتروني. نعم. هل دلوقتي لما أحب أحفظ منه مثلا آية أو نعم. سورة، ممكن أعيدها يعني أعيدها كم مرة عشان أحفظها؟ أيوة. ولا هي أسمعها وخلاص؟ طيب حاضر يا أم عبد الله، تابعينا إن شاء الله. أنا عايزة مصحف يكون بصوت الشيخ محمد جبريل لو سمحت. خيرا. وتمنه زي حضرتك ما تقول. خيرا إن شاء الله بإذن الله تعالى. ربنا يبارك فيه. اتفضل يا شيخنا. نعم. يعني فأنا أقول إن إحنا محتاج، يعني الأخ لما أعطيته هذه المجموعة من الشرائط كان كل يوم يجي يقول ده في امرأة متبرجة يعني تلبس يعني ما تظهره أكثر مما تخفي. نعم. يعني قمة في التبرج والفحش. نعم. فكان يشغل الآية، تركب بتاخد الكرسيين اللي قدام وتركب بجوار الأخ، يغض بصره ويشغل الشرايط، مرة عن الموت مرة عن الدار كذا. فبيقول في يوم ركبت أخت منتقبة مستترة، فبتقول له شغلين الشيخ عمر عبد الكافي. طيب قبل ما نشغل الشيخ عمر عبد نعم. الكافي، اخذ اخونا سيد. اخونا سيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اولا كل عام وحضراتكم طيبين وكل الامه الاسلاميه تقبل حلول العام الهجري الجديد ان شاء الله. طب بالصحه والسلامه. ثانيا اعرف حضراتكم بنفسي، مع حضرتك السيد عبد الحميد معبد من اسكندريه، الفائز بلقب الابن البار على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا اخي. فضيله الشيخ لي استفسار ورجاء. فوق راسي. اتفضل. الاستفسار الاول، بنسمع في بعض القنوات الفضائيه يقرأ القرآن بهيئة يعني في نوع من الإيقاع الموسيقي. ايوه. دي عايز أعرف حكمها إيه في الإسلام. طيب. ثاني حاجة، بما إني حامل لقب ابن البار على مستوى اسكندرية وعلى مستوى الجمهورية، بتمنى من القناة الخليجية أن تخصص برنامج يدي حق الوالدين. نعم. ورعاية الوالدين في دور المسنين وفي المنازل. نعم. وأن يظهر الإسلام للأبناء البررة. نعم. ثواب البر وعقوبة العقوق. بارك الله فيك يا أخ سيد، وجزاك الله خيرا، وجعلك الله بارا دائما بوالديك وبكل الناس. آمين يا رب العالمين. أخونا سيد، الابن البار، أنت عارف هناك مسابقات تجريها بعض المحافظات كالأم المثالية والابن البار، فهو الابن البار بوالديه في الإسكندرية. لكن قبل أن نعقب على كلام الأخ سيد، أخذ حذيفة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ، لو واحد صام والعاشر والحادي عشر من شهر محرم، هل يجي صيام البيض عنا؟ نعم. طيب خير، وصل سؤالك، بارك الله فيك. نعم. تابعنا، هو يسأل تغني عن صيام البيض. نعم. نعم. طيب نعود للأخ الكريم. فلما ركبت بجوار الأخت المنتقبة أو المتنقبة، بتقول شغالين الشيخ عمر عبد الكافي، فاستغرب. قالت له مش عارفني؟
قال لها يعني انت اخت منتقمه، اعرفك ازاي؟ يعني صارت منتقمه. قالت له ما فيش واحده كده كانت مجرمه كانت بتركب معاك؟ فوجد ان قالت له انت السبب في هدايتي بسبب تشغيل شريط. نعم. فانا اقول احنا محتاجين لكل جهد، وانا اقول للناس لا تنزعجوا من مثل هذه الاقاويل، فكل يدلي بدلوه. نعم. وصاحب الحق لا يلتفت الى الوراء ولا ينظر لمن يرميه. نعم. ذاك قديما قال احد العلماء يكونوا كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بأطيب الثمر. نعم. يعني حتى دي كان من تأملات بعض أهل العلم قديما من السلف. نعم. وبعضهم أخذوها وحدثها. نعم. حدث هذا القول، عصرها. جعلها معاصرة. نعم. فيعني لا يعنينا هذه القافلة تسير والدعوة تسير. لو سمحت لي الشيخ، وإذا انتقدت فأنا موجود. كان الشيخ الغزالي رحمة الله عليه وكان من خيرة علماء الأزهر، وله ما له، ويعني نعم. يؤخذ منه ما يؤخذ. نعم. وكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعني لما تكلم مع العلمانيين، وكنت أنا حاضر هذه المناظرة، بيقول فرج فودة كان من كبار العلمانيين في مصر، قال إذا انتقدت فأنا موجود. فأنت حينما تنتقد الإسلام على جهل منك فالإسلام قوي. نعم. فحينما ينتقد المنهج السلفي ويشار إليه بالإشارات أو بالتصريحات فهو واقع في الأرض. لو سمحت لي حضرتك شيخنا الشيخ بشير، هو المشكلة انه اخونا ياسر هو لو اذا لم يصرح بالاسم كان افضل، كان نعم. عندنا حرية في الكلام ده. لانه يعني هو يرى انها نوع نحن لا نعرض بالاشخاص ولا نعم. نتناول احد، فهذه ليست دعوتنا. جميل. دعوتنا جمع المسلمين الى الخير. نعم. هو يرى انها نعم. يعني فتنة، ولكن نحن ايضا عندنا ثقة في ان الله عز وجل سيعيد يعني هذه الفتنة. الاخ سيد يقرأ نعم. في نعم. ما حدث لشيخ الاسلام ابن تيمية، وما ابتلي به الامام احمد، وما ابتلي به الشافعي، وما ابتلي به اهل الحق. لكن يسمع مثلا الشيخ الحويني بارك الله فيه بيتكلم عن أهل اللحى قديما، كان الناس زمان تشاور عليهم وتتريق عليهم. نعم. وقديما من عشرات السنين كان إذا رؤي أحد الناس معمم بعمامة الأزهر كانوا يطلقون عليه الألقاب ويسخرون منه. ما شاء الله الحمد لله الأمر في تحسن والأمة بخير. نعم. يعني في ستينات القرن الماضي كنت لا ترى في المسجد، وأنا أظن لا أدري حضرتك كنت في مصر أيامها. أنا أدركت هذه الأيام. نعم. كان يعني هذا قرأناه لأننا بندرك هذا. نعم. كان لا يصلي في المسجد إلا العميان والعجزة وكبار السن. نعم صحيح. اليوم يصلي في أي مسجد العشاء أو أي الفجر نفسه تجد 90% من المصلين شباب ما شاء الله. فالأمة بخير. نعم. إحصائية من إسرائيل من اليهود قالوا 80% من نساء مصر محجبات. نعم. فأنا أقول إن شاء الله نتصل النسبة إلى الخير موجود. نعم. وقال 80% من شباب المصريين يحملوا المصاحف في أيديهم في المواصلات. طيب هذا خير. أخونا حذيفة بس من ليبيا عاود اتصل مرة أخرى. أخونا حذيفة تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أيهما أفضل، شخص يقوم الليل أم شخص متعلق بالصيام؟ يقوم الليل أو آخر متعلق بالصيام؟ واحد الأول يقوم الليل والآخر يصوم، يعني يصوم من الخميس والأيام البيض وعاشوراء وهكذا. جميل سؤالك جميل يا أخو حذيفة بارك الله فيك. على هذا حاضر نشكرك على هذا السؤال إن شاء الله. نعم. لكن شيخ الحبيب أنا لي تساؤل لعل هذا يشفي يعني يريح صدر أخونا ياسر اللي هو منزعج من فتنة هذه المقالة التي يعني نقلت أو نسبت. يعني أنا أقول له يعني التزم بالحق وادعو الناس إلى الحق، وأنت ترى أن منهج السنة هو منهج الحق ونحن جميعا نراها كذا، فالتزم به وادعو الناس إليه. وأقول لأخونا سيد كم من الناس من دعوته إلى منهج أهل السنة، كم من الناس من حاربت عنده البدع بالأسلوب اللائق الحوار الطيب، كم من النساء من كنت سبب بضوابط شرعية في دعوة المرأة، في دعوتهن، بعض دعوة المرأة، كم من النساء كنت سببا في هدايتهن إلى الخمار أو إلى النقاب. هذا هو المطلوب. طيب. أن تكون أداة بناء ممن يقومون بمعاول الهدم. طيب سيد الحبيب. نعم. لو افترضنا جدلا أن عالما يعمل في مهنة معينة، هل هذا يعني يا أخي الحبيب الإمام القفال ماذا كان يعمل؟ الكحال ماذا كان يعمل؟ نعم. أبو حنيفة كان يتاجر في الحرير، والإمام أحمد كان راعى الإبل ليطلب العلم من عبد الرزاق الصنعاني. نعم. في رحلته الشهيرة إلى عبد الرزاق رحمه ولما الله. ذهب قال آتي بحجة
نعم. لما فقالوا إن عبد الرزاق في الحرم. نعم. عبد الرزاق يحج. نعم. قال والله لن أخذ منه حرفا إلا في اليمن. نعم. في صنعاء. وذهب إلى اليمن حافيا رضي الله عنه وارضاه. فلا بأس أبدا. الشيخ الألباني كان يعمل في تصحيح الساعات، وهو إمام من أئمة الحديث الثقات. نعم. الذين نحن جميعا نأخذ منه حتى من يعترض عليه. إذن هذا لا يضر، فهذا ليس ببأس. نعم. والأنبياء النبي رعى الغنم. أي نعم. يعني قيل أن إدريس كان خياطا، وزكريا عليه السلام نعم. ويعني هذا لا بأس به. فمهنة الإنسان، لكن نقول أن من يتصدر للفتوى يجب أن يكون متخصصا. نعم. نقول من يتكلم في الوعظ أن يكون عالما بما يعظ. نعم. إن وعظ في الصلاة يفقه النقطة التي تتكلم فيها. نعم. أما أن يصدر الإنسان نفسه فيما لا يجيده فهذا من البلاء الذي عم في أمة الإسلام. لكن اوعظ الناس، كلم الناس، والله ارمي بذرة، يأتي لك أخ يسقيها، يأتي ثالث يتعاهدها، يأتي رابع ينميها، يأتي خامس يأكل من ثمرته. وبعدين هذه المهن يا سيدنا الحبيب الأمة محتاجة إليها، مهنة المكواجي ومهنة لا بأس بذلك. احنا الغسال ومهنة الطباخ ومهنة السائق. الإسلام حينما حرم المهن المحرمة كبيع الكلب والخنزير ويعني وغير ذلك من الأعمال المحرمة. أما المهنة أبدا لا تدين الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث في الصحيح، لما أتى إليه رجل قال أعطينا رسول الله، قال ما عندي؟ قال عندي ثوبي هذين. قال أخلع واحدا منهما، فخلعه. قال من يشتري هذا؟ قصة شهيرة، باعه النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إليه بقدوم وحبل وقال لا أراك أسبوعا، وقيل 14 يوما. فأتى الرجل بدنانير من الذهب كان يحتطب. نعم. وصبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي يسلم عليه فاستحى الرجل، قال هذه يد يحبها الله ورسوله. وهذه القصة في الصحيح. نعم. إذن ليس عيبا أن يمتهن العبد ما يتكسب. سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة حمل خرجه على كتفه. نعم. وخرج يقتاتل لأبنائه. قال عمر ويحك، إلى أين يا خليفة رسول الله؟ نعم. قال عندي أولاد وعندي نساء أقتات عليهن. طيب حتى يقتات آل أبي بكر من سعي أبي بكر بيده وهو الخليفة ولم يضر هذا. أخذ أخونا الأستاذ محمد من ليبيا. تفضل يا أخي. أخونا محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبنا، أنا آسف تأخيري بس. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا حبيبنا. أهلا يا شيخ. يا ريت وطي صوت التلفزيون شوية، الله يكرمك، التلفزيون خلفي. ماشي يا شيخ. تفضل حبيبي. ماشي. نبغى نسأله شيخ عن نبغى نسأله شيخ. ألو. أيوة تفضل، معاك أسمعك. قلت لك نبغى نسأله عن قراءة القرآن. أيوة. هل ضروري تحرك شفتيك ولا تقرأ حتى في صدرك معنا؟ إيه نعم. طيب خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ محمد. ماشي شكرا. نعم. نعود. فخرج سيدنا أبو بكر يقتات. قال عمر ويحك يا خليفة، أي إلى أين؟ قال أقتات الأولاد. قال لا شغلت بأمر يلهيك عن هذا. قال ومن أين يأكل أبنائي؟ قال نعطيك راتبا. قال اكفوا أبنائي. نعم. فعينوا له كل يوم، وذكره ابن عبدين في حاشيته والأثر فيه صحيح. نعم. وذكره كثير من الأئمة في ترجمة الصديق. قال اكفوا أبنائي، فأعطوه راتبا كل يوم نصف شاة. راتب الصديق في اليوم نصف شاة. نعم. فلا بأس أن يعمل الإنسان. سيدنا عمر لما كان في السفر وقصة بعت لأبي موسى قال له تعالى وخبط على الباب، قصة المشهورة. نعم. وقال له ما أنا ما عرفتش الحديث ده، البينة أو كذا. نعم. فراح قاموا أبو سعيد الخدري قال يا أمير المؤمنين لقد سمعت رسول الله يقول قال سامحوني لقد شغلت بالصفق في الأسواق. نعم. فالعمل لا بأس به. كان في الصحابة من هو بناء ومن هو نجار ومن هو حداد. سيدنا صهيب الرومي كان يعمل إيه؟ كان حدادا. نعم. لا بأس، لا نحتقر صاحب مهنة. جميل. لأن المهن هذه كلنا محتاجون إليه. أما إنما حينما نرفض أن يتكلم في الأمر من ليس له أهل. نعم. يعني أنا في أكثر من شاشة سئلت عن أسئلة قلت لا أدري. أحسنت. يعني وهذا تعلمت من شيخ من علماء أم القرى، كنت أسمعه في قناة المجد. نعم. وأنا كنت على أهبة الإسناد للنوم، فإذا بالمذيع بيقول له بيسأله سؤال، قال ليس لي عندي فيه علم، فاعتدلت
قلت هذا شيخ. هذا تعظيم وتقدير تقدير العلم وخطورة الفتوى بغير علم. نعم. لكن حينما نأتي بكلام شيخ من المشايخ حينما يعلق نأتي بكل الكلام. أي نعم. يعني لا نقتطع الكلام من بعض. أحسنت، بارك الله فيك. أكرمكم الله. شيخنا الحبيب، الأخت أم جلال نعم. من ليبيا تابعت السؤال في قصة الصيام، وتابعها آخر يقول أيهما أفضل، القائم الليل ولا اللي منشغل بالصيام؟ وتتكلم عن هذه القضية العلامة ابن القيم، وذكر أبو حامد الغزالي فيما وافق الأئمة قوله في هذا. نعم. لأن أبو حامد رحمة الله عليه له ما يوافق أهل السنة فنقوله. نعم. وله ما يخالف فنأخذه بحذر ونعلق عليه ونأتي به. نعم. فالإمام ابن القيم تكلم عن الكم والكيف في العبادة. جميل. قال أيها أفضل؟ أولا ركعات كثيرة أم ركعتين طويلة؟ نعم. قال هذا مثل من يتصدق بجوهرة قوية لها ثمن من تصدق بجواهر متعددة. نعم. يعني ما دي تتباع ودي تتباع يجيبوا نفس الثمن. نعم. في أثر عن ابن مسعود رحمة الله عليه الصحابي الشهير، يعني كان ضعيف البنية فكان لا يصوم كثيرا من النوافل. نعم. لا يكثر من النوافل. قال إن صمت النافلة فطرت عن وردي من قيام الليل. نعم. أضعفته عن أن يقوم الليل. وأنا أحب قيام الليل. نعم. نقول لكل إنسان حال. نعم. من كان غير معتاد لا لقيام الليل ولا لصيام النافلة نقول له صوم النهار. نعم. يعني الصيام عزمة. نعم. لكن إذا تكلمت في التفضيل في شرع الله فالصوم لا عدل له. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يعني لا مثل له. نعم. لكن إذا المسلم أراد أن يتعلم فقه السلوك وأداب أصحاب العبادات يأخذ من كل بستان بزهرة. يعني يأخذ مثلا حظه من كل الليل العبادات ولو 3 ركعات. نعم. يعني روى سعيد بن منصور في سننه، وهذا الخبر ذكره الإمام الحافظ في الفتح وصحح سنده. نعم. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح ولم يوتر أصبح على رأسه جرير طوله 70 ذراعا فقم الليل. ابن سيرين قال عليك بقيام الليل ولو كمقدار حلب شاة. نعم. ليكن لك طرق لأبواب السماء كل ليل. نعم. ولو لا مقدار 5 دقائق. نعم. والله بعض الناس حدثني حينما كلمناهم قال أنا توضأت أصلي ركعتين، كان يقوم بالساعات. ولو تعلمت الأمة فقه قيام الليل لتحسن حاله. نعم. ولن يعود لهذه الأمة المجد إلا أن تكون على سبيل العموم والخصوص فيها أوراد قيام الليل. نعم. تقسيماته وأورادي وكذا وكذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. فصفة المؤمنين أصحاب الجنة أنهم أصحاب قيام وأصحاب صيام، الصائمين والصائمات. نعم. جعل الله من صفات المؤمنين الصوم، وجعل الله من صفات المؤمنين قيام الليل. فخذ في يوم الصوم كيوم عاشوراء خذ منه ولو ما قل من القيام، وفي أيام غير الصيام خذ منه ما كسر من القيام. وقيام الليل يحتاج منا إلى حلقة نتكلم عن آدابه وعن أوراده وعن طريقته وعن الأسباب المعينة عليه، كيف يقرأ ومتى يقرأ وكيف يستعين كيف يقوم وكيف يتوضأ وبما كان يبتدئ النبي وبما كان يختم النبي وما هو يحتاج. أنا أستطيع أن أقول بلا مبالغة يحتاج منك إلى 3 ساعات. نعم. أن نتكلم عنها وباختصار. نعم. أنا أقول للأخ قم الليل وصوم النهار وتوكل على العزيز الرحيم الرحمن. نعم. أحسن. نعم. بارك الله فيك. موضوع السؤال الآخر اللي بيسأل هل ال3 أيام دول أفضل أم ال3 أيام من البيض أو هل تغني؟ البيض أفضل. أنا أقول هذا تعليل النووي فيما قاله ابن عباس، ولنا أن نقبل تعليل ابن عباس وإلا أننا نتوقف عند السنة مما صح في قول النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن صيام عاشوراء ورد فيه فضل منصوص. نعم. وصيام الثلاثة من كل شهر. صم يا أبا ذر إني أحبك فلا تدع 3 منها. نعم. صم 3 من كل شهر. نعم. فإن صمتها فصوم الأخر. عايز تاخد بين الفضلين صوم 9 والعاشر وصوم السادس والرابع والخامس عشر حتى يفصل يعني. نعم. بينهما حتى يحس براحة في يرتاح ويستعين. نعم. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. أخونا كان يسأل عن لكن هناك بعض الأئمة
رعاية الأمانة العلمية، قالوا إن صام هذه الثلاثة بعض الأئمة أغنت عن صوام ال3 أيام في هذا الشهر فقط. عوض نعم. باعتبار نعم. أنه نعم. صيام عاشوراء له هذا الفضل نعم. الجزيل. أحسن. شيخنا الحبيب، الأخ كان يسأل بارك الله فيه عن قراءة القرآن، هل يلزم أن يقرأ بشفتيه أم أنه يقرأ نظرا؟ هي قراءة القرآن لها مراتب. نعم. هناك قراءة بالعين وبالسمع وبالفم، هذه أعلى هناك أعلى منها، بالقلب. نعم. وبالقلب. طيب خلينا نجيب من فوق. نعم. قراءة بالعين وبالسمع وبالفم وبالقلب. جميل. وهذه أعلى مرتبة. هناك أعلى منها أن يعيش القلب في الآيات. نعم. هناك أعلى منها أن يسجد القلب للرحيم الرحمن عند القراءة. نعم. ولذلك أنا أعجب من بعض الناس، يعني كنا في مكان، فأحد الناس بيقرأ فمقول ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فأحد الجالسين سامحه الله قال زادك الله، زدنا أكثر وأكثر. زدنا إيه؟ هو لو فهم مش فاهم حاجة، ما فعل، ما قال هذا. فأنا الذي أقصده أن تقرأ بمراتب 5 أو ب4، وكلما كسر الكم مع إجادة النوع كان الفضل أعظم. نعم. جميل. وهناك قراءة بالعين بالنظر فقط. نعم. وهذه فعل الإمام الشافعي، أحد الناس من العلماء أتى للشافعي قديما وقال ما دليل حجية السنة من القرآن؟ فسكت الشافعي، فقال له قال لا أريد أخرى، قال دعني 3. نعم. فمكث 3 لا يخرج إلا للصلاة. فأتى الرجل قال يا شافعي، قال الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال ويحك، أي أم ولدتك؟ أنت جبتها إزاي؟ نعم. قال قد مررت بعيني في كتاب الله منذ 43 مرة. الله. يمر في المصحف. نعم. بعيني حتى يبحث عن الآية، فهذا لا بأس به. اقرأ بعينيك، امسك المصحف. ابن مسعود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال، يعني وهذا قول ابن مسعود وفعله، ولم يتفق معه كثير من الصحابة في هذا الفعل، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن مسعود كان يمسك المصحف ويقبله، يقول كتاب ربي. نعم. حتى أورد بعض أهل العلم أن الجاهل الأمي الذي لا يقرأ إذا فتح المصحف ونظر فيه ونوى بهذه النظر عبادة، فضل الله واسع لا يضيقه أحد. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن هو يمكن أن يقرأ النظر، لكنه يعني لو قرأ من باب الممارسة. نعم. التي نفعلها أقول لأخي نوع قراءتك. نعم. والقراءة بعلو الصوت فيه إبعاد للشيطان. مر النبي عليه السلام، وهذا الحديث أورده أبو حامد الغزالي وصحح الإمام العراقي سند هذا الحديث. جميل. في كتاب حمل الأصفار في صحيح ما ورد في المغني في كتاب الإحياء من الأخبار. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على سلمان الفارسي. سلمان ربما أن حفظه كان قليلا أياما. نعم. فقال يقرأ آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا. قال ما تفعل يا سلمان؟ قال أخلط الطيب بالطيب يا رسول الله. فتبسم وجه النبي عليه الصلاة والسلام. مر النبي على سيدنا أبو بكر فوجده يعني يخفض صوته. سيدنا أبو بكر كان حيي. نعم. قال يا أبا بكر لما تفعل هذا؟ قال رسول الله يعني أخفي قراءتي. قال ارفع صوتك، يعني سمع أذنك. نعم. ومر على عمر الحي كله بيسمع. نعم. قال ما تفعل يا رسول سيدنا عمر؟ قال يا رسول الله أطرد به الشيطان وأوقظ به النبهات. نعم. قال أخفض من صوتك قليلا. نعم. تمام. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وتجد هذه القصة وهذا الخبر موجود في تفسير هذه الآية في جل كتب التفاسير. نعم. أحسن. يعني يوازن بين ذاك وهذا. نعم. وينوع. نعم. مرة يقرأ في الصلاة، ومرة يقرأ وهو يجلس، ومرة وهو واقف، عشان الملائكة تشهد هو واقف بيقرأ وهو جالس وهو كذا، هو يعني ينوع. نعم. تنويع العبادة في الكم والكيف والنوع من أعاظم العبادات عند الله، وهو ينشط النفس حتى لا تصاب الكلل أو ملل. نعم. الجنة فيها أبواب. نعم. والجنة فيها طرقات. نعم. ولها رايات. نعم. من كان من باب الصلاة دعية، من كان من باب الصوم دعية. لماذا تطلب من كل هذا؟ وذلك الإمام أحمد لما كان يعلم 5 أحاديث قال يا طلبة العلم كونوا له ثقاتا ولا كونوا له رواة. اسأل العلم ده. قال وما كيف نسقيه يا إمام؟ قال من كل 100 حديث طبقوا 5.
انهم كانوا يحفظوا 300,000 نعم. ومليون حديث، فلما يطبق من 5% كل 100 5. نعم نعم. من مليون حديث، شوف نعم. يطبق كم حديث. طيب شيخنا الحبيب، وهذا الأمر يغيب عن كثير من العلماء. نعم. إلا من رحم الله. نعم. أهل العلم لابد أن يكون لهم وقود بالليل. نعم. العالم الذي لا يقوم الليل اعلم أنه يهلك ويهلك. نعم. لأنه مثل الشمعة التي تضيء لغيرها وتبيد نفسه. نعم. فلا بد أن يكون له إضاءة. شيخنا الحبيب، نعم. الوقت يداهمنا، بارك الله فيك. وأريد أن أقف عند نقطة في غاية الأهمية. نعم. عاشوراء بين السنة والبدع، عرفنا كل ما يلزم عاشوراء من السنن. كنا نتمنى أن نكمل ما لكن حدث سيدنا موسى، لكن سبحان الله. نعم، لكن نعم. أنا أريد أن أخص يعني هذا المحور بالذات بوقفة في عاشوراء مع المسلمين بسرعة. عاشوراء نعم. في البدع. نعم. يعني هناك بدع كثيرة وقعت. المسلمين في عاشوراء 3 أقسام. نعم. أهل اعتدال كما قلنا في الصوم، جميل. وأهل غلو وأهل تقصير. نعم. أما أهل لعنهم الله الرافضة من الشيعة. نعم. يعني ما يقام على الشاشات، وأنا أتمنى أن يتم إعلان الشاشات الشيعية وتبث للناس مثل هذا الأمر، يوزع في المساجد تحذير من مثل هذه الشاشات. نعم. يعني يقومون بعمل مأتم لمقتل الإمام الحسين رحمة الله عليه. يعني مقتل الحسين أم مقتل أبيه؟ طبعا مقتل الحسين هذا فوق رؤوسنا. نعم. لا يفهم أحد الناس منا خطأ. نحن نحب آل البيت، وحب آل البيت عبادة بما يلتزم به العبد بشرع الله. نعم. يقومون المآتم ويلبسون السود، وتحرم المرأة نفسها على زوجها، لا يقربها ولا يطأها، ويلبسون من الثياب ويضربون أنفسهم. ما هذا؟ ويأتون بواحد يركب حصان ويعمل نفسه إنه هو يمثل شخصية الحسين، والناس ما هذا الجهل. نعم. الذي بلغ كل هذا لم يرد طبعا فيه شرع. هذا فيه غلو وفيه. نعم. يعني حتى الإمام ابن تيمية لما علق عليهم قال إنهم يفعلون ذلك ولا يفعلون بمن قتل آل البيت من بني العباس. نعم. بني العباس أبيد ملكهم وهم أعمام النبي. نعم عليه الصلاة والسلام. حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا. نعم. فلماذا لا يفعل في يوم مقتله مثل هذا؟ نعم. وحتى هو إحياء يوم المأتم هذا ليس من دين المسلمين، ليس من الدين. فهذا فيه غلو وهناك فيه تقصير. هناك بعض المسلمين من أجل أن هم دول بيشددوا أو نعمل عاشوراء قابلهم. وهذا كان عندنا في مصر قديما. نعم. أظن حضرتك تحضر هذا. كان في وجبة تسمى إيه ده العاشوراء. وجبة عاشوراء. نعم. وهذا يوجد في بعض الدول العربية وهذا خطأ. نعم. فالمؤمن لا يغير طبعه. يعني اتخاذ يوم عاشوراء موسما وعيدا هذا ليس من هدي النبي عليه ليس الصلاة من والسلام. الإسلام. لنا في الإسلام عيدين. نعم. إنما نحن نتذكر المناسبات، ولا يصح أبدا أن يهنئنا أحد الناس على يوم عاشوراء. نعم. ولا يصح أبدا أن يهنئنا أحد الناس كل عام وأنتم طيبين بمناسبة الهجرة. هذا ليس من الشرع. نعم. لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إنما نهنئ على عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. إنما نتذكر المناسبة وذكرهم بأيام الله. نعم. نأخذ منها الخير وندل الأمة على الخير ونرشد الناس ونرشد أنفسنا. الهدي النبوي في يوم عاشوراء الصوم على المراتب التي قلناها. نعم. غاية ما ورد على هذا غاية ما ورد. نعم. وهذا هو شكر النعمة. أما اتخاذه مأتما كما يفعل الروافض فهذا ليس من دين الفريق الآخر الذي أتى يعني يأتون بالتوسعة ويكتحلون ويغتسلون. أنا رأيت هذا في قريتي قديما وأنا صغير. كان الناس يعني حتى كان الناس الأغنياء كان كل القرية. نعم. بفقيرهم كان يأتي الفقراء من القرى المجاورة وتجد القرية كأنها مطبخ كبير. نعم. تحولت إلى مطبخ. نعم اعمل للفقراء أكل لكن ليس في هذا اليوم. نعم. ووسع عليهم ليس في هذا اليوم. يعني لا يتحرى هذا اليوم بمثل أعلم ما السبب. نعم. فوجدت هناك بعض العلماء قديما نكاية فيما فعل الشيعة قال خلاص انتم بتأخذوا هذا اليوم مأتم، نحن نجعله يوم طعام وشراب. نعم. وأوردوا أحاديث لا يصح بها اتصال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحاديث ضعيفة. موضوعات. نعم موضوع. يعني من وسع على عيالي هذا حديث موضوع في عاشوراء وسع الله عليه في بقية دهر. نعم. أو بقية عام. حتى يوجد في ريف مصر إلى اليوم ما يسمى بالموسم. نعم. يأتي الناس لبناتهم ولزويهم ببعض بأطعمة وهدايا بخصوص هذا اليوم. هذا نعم. من بقية فعل الشيعة. نعم. إذا الآن يعني ألخص ما نعم. ذكرته حضرتك عشان يكون برضو واضح لإخواننا المشاهدين. أحسن. أن هناك قوم اشتد غلوهم في هذا اليوم فأفرطوا جدا وجعلوه مأتما. نعم.
طب قبل أن أنهي أخونا ناصر معنا من السعودية. فضل. أخ ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ شعبان؟ يا هلا بك يا أخي ناصر. بارك الله فيك يا شيخ ونفع بكم الأمة يا رب. الله يكرمك بارك الله فيك. وسلام للشيخ. أكرمكم الله. الله يسلمك من كل سوء. ربنا يبارك لك يا شيخ وربنا يجعل في حسناتك يا رب. الله يحفظك يا أخ ناصر، الله يبارك فيك. أولا يا شيخ، لو أنا كنت مثلا زوجتي كانت مثلا حد جايب حاجة فهي بتقول لي أنا عايزة نفس الحاجة دي، فأنا بقول لها ما تبصيش على حاجة اللي هي حاجة غيرك يعني. نعم. يعني خليكي مستقلة بنفسك. هل كده يا شيخ أنا بظلمها؟ ماشي يا أخ ناصر بارك الله فيك، تابعنا جزاك الله خير. دعواتك لنا يا شيخ، ربنا يبارك لك يا شيخ. الله يصلح حالنا وحالكم يا رب إن شاء الله. يا رب والمسلمين أجمعين. الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله. أعود فأقول أن هناك من أفرط وجعلوه مأتما. نعم. وفعلوا في هذه الأفعال التي نراها مخزية على الشاشات في مثل هذا اليوم، باعتبار أن يوما قتل فيه الحسين، وهناك أيام قتل فيها والد الحسين والإمام علي وعم الحسين ومع ذلك لم يتخذوا، وهذا طبعا غلو وليس من دين المسلمين. ومقتل بني العباس في مقتلة شديدة. نعم. في المقابل نعم من فرط وجعله يوما كأيام العيد والمواسم، وجعل فيه توسعة وطعام وشراب. نعم. وألبسة، وهذا أيضا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إنما كل ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن نعظمه بالصيام، وأن نصوم يوما قبله وهو يوم تاسوعاء، وإذا استطعنا أن نصوم يوم بعده فهو أعلى المراتب. نعم. وإلا فصيام عاشوراء فيه سنة يكفر الله عز وجل بها ذنوب. نعم. سنة مضت. شيخنا الحبيب أخونا ناصر حتى نختم حلقتنا. نعم. والوقت مر معكم سريعا. يسأل أن أحيانا بعض الزوجات تنظر إلى حاجيات غيرها من النساء. نعم. هو يعني الجارة والقريبة. نعم. والكده. فهو هل يكون هذا ظلم للزوجة؟ لو هو أنا أقول لأخونا ناصر ولكل أخ مسلم له زوجة، لابد أن يكون عندك ما يسمى بلغة المصريين نوتة تسجل فيها صفات شخصية زوجتك. نعم. المرأة والرجل. نعم. له صفات موروثة وصفات مكتسبة. نعم. الصفات الموروثة تغييرها من الصعب، بس شوي على النساء. الله يعني معذرة، يعني مثلا أنت وجدت زوجتك عندها صفة معينة تطالب بك بكذا، هل أمها تفعل وأخواتها يفعلن هذا الأمر مع أزواجهن؟ إن كان الأمر موجود فلبي لها الطلب خلاص، لأن هي ربيت عليه. نعم. ثم تدرج في تغيير سلوكياتها. ده من باب علم النفس الإسلامي. نعم. والإسلام سبق علم النفس هذا المحدث الكاذب. نعم. علم النفس عند الغرب علم العفس يا سيدنا. نعم. الإسلام سبق هذا. نعم. وأن نقول علم النفس تجاوزا. نعم. فيعني الصفة الموروثة تحتاج إلى تغيير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رسول الله إن في النبي بيقول له فيك خلقين يحبهما الله ورسوله. رسول الله أسجية خلقني الله علي، أو جبلة خلقني الله علي، أو خلق خلقني الله به في الإسلام. نعم. شوف خلي بالك الصحابة، يعني ده مكتسب ولا جبلي؟ نعم. فالجبلي يحتاج إلى وقت في التغيير. نعم. طب أهلها ليس فيهم هذه الصفة، فخذ زوجتك باللين. شوف سيدنا محمد لما النساء تآمروا عليه، إن صح لنا هذا التعبير، وهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من مرة في القرآن. نعم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. ودخل سيدنا عمر قال له إنهن قد يسألوا النفقة. نعم. والنبي لما اعتزل النساء، قصة اعتزال النساء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وعسى ربه. فالنبي عليه الصلاة كان يعامل النساء برحمة. نعم. رفقا بالقوارير. نعم. فخذ زوجتك بلين، يعني طلبت منك 10 طلبات وأنت معك الآلاف، فلب لها 10 إلا نصف. أنت رجل نعم. فقير، اشحنها نفسيا. نعم. يعني من أجل أن تفرغ هذا الكوب لابد أن تملئ مكانه شيء. نعم. فقلب لابد أن يكون مشغولا. نعم. وذلك كان أحد مشايخي، يعني كان رحمة الله عليه، أصلا أن يجمعنا به في الجنة، كان يقول المرأة لابد أن تشغل. نعم. إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أي جميل. إذا يعني بعض الناس يعني ينسى زوجته. أنت علمها الصلاة، خذها إلى العمر، خذها إلى المساجد، واجعلها وخذ بيدها إلى الحق. يعني الله رجلا قام الليل وأيقظ زوجته. نعم. فإن لم تقم نضح، فإن أبت نضح في وجهها الماء. معنى الكلام الرفق والرحمة وحسن. لكن لا أقول موضوع يخش لحرمة، يدخل لقضية حرمة. لكن يعني يا سيدي
الحبيب نقول لأخينا ناصر وللأزواج نعم. خذوا نساءكم برفق بالرفق ويعني إن كان الطلب غير مبالغ فيه ويمكنك أن تلبيه لها فبها ونعمت، وإلا فتتدرج معها في تغيير هذه السلوكيات. يعني بعض الناس نعم. إذا أفجع زوجته في مطلوب لها لم يحضره لابد أن يصنع تكئة. يعني سيدنا عبد الله بن رواحة لما وطأ جارية أهداها له النبي زوجته رأته نعم. قالت أفعلتها؟ نعم. فأنشد لا، قال فسكت. قالت إن لم تفعل فأقرئني قرآنا. نعم. هو لم يقل لها أن هذا الذي قال قرآن، كان عبد الله بن رواحة كان من الشعراء. نعم. فقرأ قصيدة عصماء أمامه، قالت صدق الله وكذبت عيني. هو لم يقل لها فعلت. نعم. إنما راعى نفسيتها، ومراعاة نفسية الزوجة أمر من الأمور المهمة، إلا أن هناك بعض النساء عندهم مغالاة. نعم. وعندهم نوع من أنواع الشطط. نعم. بعض النساء يعني إذا رأت ما يسمى بإيه يعني تريد أن تشتريه، وهذا خطأ. نعم. يعلمها ربنا، شوف ربنا يقول للنبي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منها زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. شوف التفريغ والملء. نعم. إن كنتن تردن الحياة الدنيا نعم. وزينتها فتعالين أمتعكن. لكن النبي لم يصل معهن إلى هذه الكلمة إلا نعم. في نهاية المطاف. نعم، في نهاية المطاف. التضرر. ستنا فاطمة لما أتت النبي يا رسول الله أعطيني خادما، ذهب النبي ماذا فعل؟ كش فيها؟ نعم. شتمها؟ لا أبدا، لكن دلها على الأفضل. شوف عمل إيه؟ دلها على الأفضل. ذهب إليها وهي في مضجعه. نعم. فجلس بينها وبين علي. نعم. قالت حتى أحسست ببرد قدم النبي في جسدي، عليه يعني الصلاة والسلام. نعم. أبوها. نعم. والدها. قال يا فاطمة ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ نعم. شوف الأدب. هذه طريقة مثلى في التعامل مع وهكذا كان يفعل الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لما ستنا عائشة ضربت الصفحة وطيرتها من غلام ستنا زينب بنت جحش زوج النبي، النبي يعمل غارت أمكم. يعني اعتذر عن فعله عليه الصلاة والسلام ولم يغضب عليه. يعني نوع التهيئة النفسية. بعض الناس عندهم غلظة، وبعض الناس عندهم تفريط، وبعض الناس عندهم تدليل زائد. فلا بد للزوجة أن يكون عنده ما يسمى بالنوت، ولا بد للزوجة أن يكون عنده ما يسمى بالمنشفة. نعم. إيه المنشفة دي؟ شيخنا الحبيب ينشف ما في عقل زوجته من رواسب الجاهلية، ويضع مكانه ما أتى به الإسلام، ستدعوه في نهاية المطاف إلى ما يرضي الله. أحسنت، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب الوقت معكم مر بارك الله فيك بسرعة جدا، والمخرج يصارعني من لحظات. سامحني حتى نختم. بارك الله فيك، لكنك أفضت وأجدت وأحسنت. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتك، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله فيك. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم متابعتكم وأسئلتكم ومداخلاتكم، ولا تنسوا أن نعظم هذه الأيام. غدا صيام تاسعاء، بعد غد صيام عاشوراء، ويوم 11 أيضا لمن أراد أن يفعل أعظم هذه المراتب، وإلا فصم تاسعاء وعاشوراء. فإن لم تستطع ذلك فلك أن تصوم عاشوراء، فهو اليوم المعني أصالة بهذا الفضل يكفر سنة ماضية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. شكرا لكل فريق العمل واحدا واحدا من غير استثناء، وشكرا لمخرج هذا اللقاء إسلام لغة المتألق عندي دائما، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. أيها الأحبة الكرام، إلى أن ألتقي بحضراتكم في لقاء الجمعة القادم منتدى الخليجية في نفس الموعد إن شاء الله، لكم مني أفضل تحية. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. عليكم السلام.